حكايتنا بتبتدي بلاري وجون، زوجين كبار في السن بيتخانقوا جوه العربية، مش عارفين يقرروا هيروحوا فين في الأجازة. وفي الوقت ده هم كانوا رايحين لبيت أولادهم علشان يحضروا حفلة كشف جنس المولود، وللأسف جون عندها سرطان نهائي وهم قرروا يخبوا الخبر ده عن الأولاد. وفي الحفلة دي بقى أفراد العيلة بيوروا جون صورة قديمة ليها مع جوزها الأولاني اللي مات في الحرب، ولاري بيبص على الصورة فجأة بيبتدي يتخنق بسبب السناكس اللي أكله كتير، وقبل ما حد يلحقه ويساعده بيقع وبيموت. وبعد كده بيصحى في جسمه الشباب على قطر، وفي ولد لابس لبس كبار قاعد قدامه، والقطر بيقف فجأة وبيشوف الناس بينزلوا فبيمشي وراهم. وفي الآخر بيوصل لمحطة كبيرة وناس كتير بتقرب منه بتوزع منشورات، فبيسألهم هو فين، وبيقولوا له إن المنسق بتاعه هيجي ويشرح له كل حاجة. وفي الوقت ده لاري كان محتار مش عارف يعمل إيه، فبيروح الاستقبال، بس البنت برضه بترد عليه نفس الإجابة. وبعد دقايق ست بتيجي وبتصحيه وبتقول له إن اسمها أنا وهي المنسقة بتاعته، منسقة ما بعد الموت. وفي الوقت ده لاري محتار خالص بيحاول يفهم ايه اللي بيحصل، ولما بتوريه مراية بيتفاجئ لما بيشوف نفسه انه لسه شباب. وانا بتقوله ان الناس في الاخرة بيوصلوا بشكلهم اللي كانوا فيه اسعد حاجة، عشان كده ممكن تشوف اطفال بعمر 10 سنين. ولاري لسه مش مستوعب انه مش بيحلم، فانا بتديله ضربة جامدة علشان تثبت له انه صاحي، وبيقول لها لازم اكلم ربنا، بس هي بتقول له مفيش ربنا، هي بتشتغل عند واحد اسمه فرانك، وفرانك بيشتغل عند واحد تاني، وهكذا. ده مجرد مكان انتقالي بين الحياة والابدية. وبتقول له كمان وبتفهمه انه يقدر يختار ابديه زي ما هو عايز. وفجاه اعلان بيقول ان في هروب من باب احمر جاي، ما تدفعلوش معاه. ولاري بيشوف اتنين شرطه بيمسكوا راجل. بعد كده بنشوف انا وهي بتوريه اوضته، بتديله كومه منشورات عن ابديات مختلفه، وفي الوقت ده بتمشي وبتقول له انه يختار اللي يعجبه. بعد كده بنشوف لاري بيبص على الاوضه بتاعته وبيشغل التلفزيون، بس كل القنوات اعلانات عن ابديات. فبيخرج وبيشوف المكان مليان ناس بتبيع ابديات، وفي الاخر بيقرر انه يروح البار. وفي البار ده بقى ست بتقرب منه وبتحاول تغازله، ولما بيقول لها انه متجوز بتبدا تقنعه بابديتها، بس البارمان بيقول لها انه ممنوع تبيعي اي حاجه هنا. وفي الوقت ده لاري بيسال البارمان لو لازم يشتغل شغلانه، فبيقول له اه طبعا ينفع، بس لو عايز تفضل هنا. والبارمان بيساله اذا كان اختار ابديته ولا لسه، ولاري بيقول له انه مش قادر يقرر لحد دلوقتي، يمكن ياخد الشاطئ بس مراته ممكن ما تعجبهاش. والبارمان بيقول له خلي بالك انت بتختار واحده بس وبتعيش فيها للابد، ولو حاولت تهرب هيمسكوك ويحطوك في الفراغ، وهو عباره عن مكان ما فيهوش غير الضلمه. وتاني يوم بيصحى بيلاقي انا موجوده، بتساله اذا كان قرر ولا لسه، بس هو لسه محتار. بيسالها لو يقدر يشوف مراته علشان مش عايز يروح من غيرها، فبتقول له مش بيحصل كده. بيسالها لو يقدر يشوف الناس اللي ماتوا قبله زي اهله مثلا، فبتقول له طبعا ينفع، بس لازم تعيش معاهم للابد. وبيسالها ايه اللي لازم يعمله علشان يفضل هنا، فبتقول له انه لازم يشتغل، والبدايه شغلانه تنظيف، وبتعيش ساعتها في البدروم. وبعد تفكير كتير بيقرر انه هيروح ابديه، وبيجهز كل حاجه لما جون توصل، نوع من انواع الرومانسيه وكده. وبالليل بيكتب رساله يديها لها لما توصل. وفي العالم البشري جون فعلا بتموت والعيله حواليها، وبتصحى هي كمان على القطر في جسمها الشباب. وقبل ما لاري يروح للابديه بيدي انا الرساله علشان تديها لجون لما توصل، بس انا بتقول له انه مش محتاج رساله، هي هتقول لها كل حاجه. بعد كده بنشوف لاري نازل على السلم المتحرك، لما بيشوف جون طالعه في الاول ما بيستوعبش الموقف، بس في الاخر بيفهم انها هي وبيجري ناحيتها. واول ما جون بتطلع المحطه بتصطدم بانا وبتسالها ايه اللي بيحصل، وهي بتقول لها ان المنسق بتاعها هيشرح كل حاجه. وفي الوقت ده بتشوف شكلها وهي لسه شباب وبتتفاجئ جامد، وبعدين بتشوف لاري وبيحضنوا بعض على طول. وفي وجود انا جون بتزعق لاري علشان كان بياكل سناكس كتير، وبنشوف لاري بيعرفها على انا وبيشرح لها عن الابديات، وبيقول لها كمان انهم يقدروا يختاروا مكان يعجبهم ويعيشوا فيه للابد. وفجأة منسق تاني اسمه ريان بيجي وبيقول لأنا تبعد عن عميلته، وبياخد جون على جنب بيعرف لها نفسه، بيوريها البارمان اللي هو لوك جوزها الاولاني. في الوقت ده جون بتنبهر خالص لما بتشوفه، ولاري بيحاول يتدخل محتار ايه اللي بيحصل. وساعتها لوك بيعرف نفسه، وفي الاخر لاري بيفهم، بس بيقول له انه كان عنده شنب. ولوك ساعتها بيرد عليه وبيقول له جون ما كانتش بتحبه فحلقته علشانها، وبيقول له كمان انه استناها 67 سنة لحد ما تيجي. والباقيين ابتدوا طبعا يحسوا ان الموضوع بقى رومانسي جدا، بس لاري بيحاول يقاطعهم. وجون لما بتشوف جوازها الاتنين بتحس بالإرهاق، ورايان بيتدخل وبيقول إن عميلته محتاجة للراحة ومحتاجة كمان وقت علشان تقرر. وفي الوقت ده ريان بيطلب من جون تغير هدومها، ولما بتطلع بيساعدها في المكياج. وفجأة حد بيخبط على الباب، بتفتح بتلاقي لوك جاي على ميعاد نظمه ريان، وبيسيبهم لوحدهم وبيمشي. ولاري في الوقت ده بيخطط مع انا ازاي يرجع لجون، وانا شوية ما كانتش فاهمة الوضع قوي لانها ما كانتش قرت ملفه زي ريان. ولاري مقتنعة انها هتختاره علشان عاشوا مع بعض 67 سنة وعندهم كمان عيال. بعد كده بنرجع وبنشوف لوك وجون في الميعاد بيتكلموا وبيسترجعوا ذكرياتهم. وفجأة
وفجأة 2 شرطة بييجوا بيمسكوا راجل هرب من أبديته. واحد من الشرطة كان يعرف لوك وفرحان أوي إنه شايفه مع جون، ولوك ساعتها بقى أسطورة علشان استنى حب عمره 67 سنة كاملين. وجون ساعتها بتسأله هما ليه بياخدوه، وبيقول لها علشان حاول يهرب من أبديته، لما بتختاري ما تقدريش ترجعي. وجون ساعتها بتحس إن الضغط بقى كتير أوي عليها. وفي الوقت ده لوك بيقول لها إنه بيحبها وبيفتكرها كل يوم طول السنين دي. بيقرب علشان يبوسها بس جون بتحس بضيق تنفس وبتقول له إنها محتاجة وقت تفكر. بعد كده بترجع أوضتها وبتلاقي لاري هناك بيختار أبدية ليهم، وهي بتقول له مش هينفع تقرر دلوقتي، محتاجة وقت ترتب فيه أفكارها، وعلشان تحس إنها أحسن بيقول لها تعمل سكوات. وفي الوقت ده بتحس إن هي مبسوطة جدا لأنها بتحس إن هي شباب، وبتقول له محتاجة وقت تفكر. بعد كده بنشوف أنا وهي بتقول لجون إن ال7 أيام خلصوا ولازم ينتقل للبدروم، وفي الوقت ده فعلا بتاخده. وفي الطريق بيشوف بوستر لمغنيهم المفضل وبيطلب من أنا إنها تحجز له حفلة. وفي الأول هي بتتفاجئ شوية بس بتقول له إنها تعرفه وهتحجزه، وبتوريه أوضته الجديدة الصغيرة وبيقول لها إنه هيتصرف. وتاني يوم الصبح لاري بيروح لجون وبياخدها على ميعاد، وأنا بتشغل موسيقى والمغني بيدخل، وجون طبعا منبهرة. بس للأسف بقى المغني سكران وبتكتشف إنه تقليد مش الأصلي، ولاري بيزعق لأنا وبتقول له أيوة تقليد طبعا عشان كده استغربت. في الوقت ده بيعتذر لها، والمغني بيبتدي يتجاوز مع جون، ولوك بيجي وبيضرب، ومساعدة ريان بيحاول يقنعها بس لاري بيتدخل وبيقاطع وبيحصل خناق. وجون في الوقت ده بتزعق لهم وبتقول لهم بطلوا، وبتطلب من المنسقين الاتنين يجوا معاها، وفي اوضتها بتزعق فيهم وبتطلب منهم يلاقوا طريقة تساعدها تقرر صح. وبعد شوية جون بتفتح الباب وبتنادي على جوازها الاتنين، وريان وانا بيقولوا لهم انهم كلموا المدير وخدوا اذن خاص. جون تقدر تزور ابديتين مع جوازها الاتنين لمدة اسبوع، وتقرر بناء على كده. وفي الوقت ده محدش كان فرحان وبيبتدوا يتخانقوا، ولاري ساعتها بيقول ان لوك ما ماتش في حرب حقيقية، وفي الاخر برضه بيتخانقوا جامد والخناقة بتكبر. بس الباقيين بيفضوهم من بعض وبيسألوهم مين عايز يروح الاول، فبيقرروا في الاخر يعملوا قرعة ولاري بيرمي العملة ولوك بيكسب. بعد كده بنشوف لوك وجون على قطر، بتحاول تفتح كلام معاه وبتحكي له عن عيالها واحفادها بس هو مش مهتم خالص. وفي الاخر بيوصلوا عالم الجبال وبيستمتعوا بوقتهم سوا، ولاري وانا في الوقت ده بيخططوا ازاي يرجعوها، وبيسأل انا لو ريان ينفع يساعد، وساعتها بتقول له انهم عندهم تاريخ قديم فمش هيساعد. وانا في الوقت ده بتسأله ازاي وقعت في غرامه من الاول بس هو ما كانش فاكر. وبعدين بيفتكر ان جون قالت له ان صاحبتها كارين اللي ما كانتش بتحب لاري ماتت قريب كمان، واكيد تعرف حاجه. وبنرجع تاني لجون ولوك وبنشوفهم بيتكلموا وهي تاني بتجيب سيره العيال، ولوك بيقول لها مش عايز يسمع، فرحان انها عاشت التجربه وكل حاجه بس حزين انها مش معاه. وبعد كده بياخدها مركز الارشيف يعيشوا ذكرياتهم تاني، وساعتها الموظف هناك بيقول لهم ما تلمسوش حاجة واحنا مش مسؤولين عن الصدمات العاطفية. وبيشوفوا أول لقاء وأول ميعاد، وجون بتحزن لما بتشوف يوم ما لوك سابها، بتقول له ده أسوأ يوم في حياتها. وفجأة بيشوفوا لاري جاي، وفي الوقت ده جون عايزة تمشي بس لوك بيفضل، وبيشوف لاري بيتقدم لها في المينا وهي مستنية يرجع لوك، وكمان بيتهم لاري إنه استغل حزنها. وبنشوف بعد كده لاري وأنا بيروحوا أوضة كارين، ولاري بيتفاجئ إنها لسه عجوزة لأنها اختارت أبدية مثلية مع صاحبتها. وفي الوقت ده بيحكي لها كل حاجة وبيسألها ليه جون حبته، بس كارين مش فاكرة أي حاجة غير إنه كان بيساعدها دايما. ولما بتسمع عن لوك بتقول إنه كان مثالي، لاري ساعتها طبعا بيتعصب وبيقول مفيش حد مثالي وهو هيكتشف عيوب لوك. بعد كده لوك بيخرج من الأرشيف متعصب وبيتهم لاري إنه استغل حزنها، فبتحاول تقول له إنه ما حصلش كده بس هو بيسيبها ويمشي. وبنرجع تاني وبنشوف لاري بيروح أوضة لوك وبيفتش وبيلاقي صور ستات كتير ودليل إنه كان بيخرج مع ستات. ولوك بيرجع في الوقت ده وبيواجهه، بيتخانقوا سوا والرسالة بتقع من جيب لاري. وجون بتكلم ريان وهي محتارة من كل حاجة، بياخدها مكان هادي فيه بوسترات أبدية مقفولة، بتسأله عنهم فبيقول لها بعضها اتملى وبعضها خرج عن الموضة. وفي الوقت ده بتسأله مين لازم تختاره، فبيقول لها شايف إنها تختار لوك علشان تعيش الحياة اللي فاتتها بس لازم تختار بنفسها. وتاني يوم لاري وجون بيروحوا الشاطئ مليان ناس بيحاولوا يتكلموا بس ولد بيرمي كورة عليهم. بعد كده بيروحوا مركب ولاري بيعتذر إنه ما كانش معاها لما ماتت، فبتقول له انها فرحانه انه استناها، وبيقول لها عيالهم هيفرحوا قوي انهم مع بعض، فبتحاول تشرح له انها في قرار صعب ومستحيل بس بيقول لها ان لوك في الماضي ولازم يكملوا سوا. وبتحس ساعتها انها تعبانه وبتقول له لازم نرجع. ولوك في اللحظه دي بقى بيشوف الرساله وبيقراها. وبنرجع تاني للشاطئ وبنشوف جون عايزه تاخده معاها الارشيف بس لاري مش عايز. بيقعدوا وبيفتكر اول ميعاد، بتقول له ان عمره ما سابها تزعل، بيقول لها انها كانت مكسوره فبقى قوي علشانها، بيحضنوا بعض وبيبوسها قدام اوضتها. ولوك وريان
وريان وأنا بيجوا، وساعتها ريان بيطلع رسالة وبتكتشف إن لاري كان هيسيب رسالة ومش هيستناها، وفي الوقت ده بتحس إنه خدعها، ولاري بيشرح إنه كان فاكر إن ده الأفضل، وبيتعصب وبيقول لها إنها أنانية وبتكسر جوازهم الطويل. بيحكي عن الصور والستات اللي لقاها عند لوك، وجون ساعتها بتدافع وبتقوله فاهمة إن الانتظار الطويل خلاه يعمل كده، وفي الوقت ده لوك بينفعل وبيقول إنه مش مثالي وبيحكي عن غلطاته، بس في الآخر استنى وده اللي يهم. في الوقت ده الاتنين عايزينها تكرر بسرعة، وريان بيطلع الكل بره علشان يسيبها لوحدها. بعد كده بنشوف لوك ولاري بيروحوا البار وبيسكروا وبيبتدوا يمدحوا في بعض وبيترابطوا، وجون في الوقت ده في أوضتها وكارين بتزورها وبيسكروا سوا، بتحكي لها عن مشاكلها. وتاني يوم ريان بيلاقي جون سكرانة وبتقول له إنها قررت، وأنا بتاخد لوك ولاري قبل جون. بتقول للاري إنه لما مات حسيت إنه كابوس وما كنتش عارفة أعيش من غيره، وبتقول للوك إنه كان أول حب ولو ما كانش مشى كانوا عاشوا حياة جميلة. فرحانة إنهم الاتنين كانوا في حياتها، بس كل حاجة لازم تخلص وهي بتختار نفسها، هتعيش لوحدها وتمشي مع كارين. وفعلا اليوم بيجي وبتمشي مع كارين، ولوك ولاري بيسترجعوا ذكرياتهم مع جون. لاري بيحكي له انه كان اخر واحد شافه قبل ما يموت، فيتو كانت بتوريه صورتهم لما اتخنق، وساعتها بيفتكر حاجه وبيجري ناحيه المحطه. وكارين وجون بيتكلموا، ولما لاري بيخبط على الشباك بتخرج وبيقول لها ان شعرها مختلف، عمره ما كان كده معاه لانها قصته بعد ما لوك مشي. يعني من الاخر كده كانت اسعد مع لوك، بيسيبها تروح معاه علشان تستاهل السعاده اللي فاتتها. والكلام ده طبعا بيوجع قلبه، بس لما تكون سعيدة هو هيكون سعيد جدا. وفي الآخر بتشكره وبتمشي مع لوك لعالم الجبال، وأنا وريان رجعوا لبعض. ولاري بيقرب من أنا وريان بيمشي، وأنا بتقوله إنه عمل القرار الصح، ما كنت سعيدة في العالم البشري، فلما وصلت هنا فكرت تساعد روح ضيعة. بتشكره إنه فكرها بهدفها وبتسأله لو اختار أبديته ولا لسه. بعد كده بنروح لعالم الجبال وبنشوف لوك وجون بيستمتعوا، يقابلوا ناس جديدة وبيقربوا يعملوا مغامرات، بس هي بتحس إن في حاجة ناقصة. وبالليل بتروح الأرشيف تعيش ذكرياتها مع لاري، وتاني يوم بيعملوا مغامرة جديدة وهي مش مستمتعة، وبترجع تاني وبتروح الأرشيف وبتشوف ذكريات للاري. والموظف بيقول لها ده مش حاجة صحية ليكي، هتتعلقي في الماضي. كده بنشوف لوك حجز مغامرة بس بتقول له مش قادرة تاني. هو مثالي بس لاري كان دايما بيتأكد إنها مش سعيدة، عارف إنها بتروح الأرشيف بس سكت علشان عايزها تبقى سعيدة. بتقول له مش قادرة تعيش هنا، وهو ساعتها بيقول لها مش هتقدر تخرج، هيحطوها في الفراغ، وهي كان ردها إنها هتحاول برضه. بعد كده بنشوف جون وهي بتتمرن ازاي تدخل الارشيف اللي فيه الباب الاحمر اللي هيرجعها للمحطه، ولوك بيجي وبيقول لها مش هينفع بس هو هيساعدها. بيروح يعيط ويحضن الموظف وبيقول له ان جون سابته، وجون طبعا استغلت الموضوع ده وبتدخل الجلسه والموظف بيهديه، ولوك بيدخل وراها وبيقول لها بسرعه. ومع الوداع الاخير بتدخل الباب الاحمر والانذار بيرن والحراس بيجروا وراها. بتجري وبتدخل فاتحه وبتقدر انها توصل المحطه، وبتروح وبتسال الاستقبال عن لاري، وكان رد الاستقبال ان في 100,000 واحد اسمه لاري لازم تحدده. وفجأة صورتها بتطلع إنها مطلوبة، فبتجري والموظفة بتنادي الحراس. وفي الوقت ده بتتصدم بريان وأنا اللي بيخبوها وبيخلوا الحراس يروحوا مكان غلط. وفي الوقت ده بتسألها عن مكان آمن، بيقولوا لها أبدية مقفولة خطر بس محدش بيدور هناك. ولما بتسأل عن لاري أنا بتفرح قوي. بعد كده بتروح البار ونفس الست بتحاول تقرب، ولاري البارمان الجديد بيقول لها ممنوع تبيعي جوه. ولما بيشوف جون بيقف، وبعد ما الست تمشي بيسألها هيروحوا فين، فبتقول له تعرف مكان بس خطر، بس لاري جاهز. وبيدخلوا أبدية مقفولة يعيشوا سوا للأبد. ومن هنا بتكون نهاية قصة فيلمنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وكمان ما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في التعليقات. واشوفكم على خير الفيلم الجاي. تصبحوا على خير.